ما كانش بيه الشكل السليم. نرجع لاحداث اللقاء، مفيش رايه انما عبد الواحد رايح مأمن المرمى. هنشوفها من الاول برضو اللعبه دي لان كان لسه بيكمل علاجه محمد ناجي جده. ادي اللعبه فيها كلام، اللعبه دي فيها كلام. الكره طلعت من رجل الراجل وادي واقف جوه ال 18 اللاعب مورو. من المراحل الهجوميه بيدور اهوت، بيحاول يزود لعيبته في ال 30 متر الاخيره. محمد جابر شاكر يلعب عرضيه حلوه، العرضيه انما بعيد، مورو بعيد على نقطه ضربه الجزاء، مسافه بعيده ان انت تلعب بضربه راس الا لو كنت يعني لعيب كده على ابو جريشه واللعيبه بقى وعلي خليل نجم نادي الزمالك، اللعيبه اللي كانوا بيهدفوا بضربات الراس من اي مكان. محمد رمضان نجم النادي الان الهاني يلعبها عند سيد فريد لقدام، تمريره اماميه يزحلقها حلو المره دي. ممكن محمد المرسي انفراد خطيره، هيدي ايه سمير محمود عثمان؟ ما اداش اي حاجه. احمد مجدي ومحمد المرسي هنشوفها تاني. محمد المرسي وكان قريب واتزحلقت له الكره حلوه قوي ودخل في منطقه مؤثره. تترد لنادي الاتحاد اللي بدا يظهر دلوقتي او تبان الخطوره شويه في اللعبه اللي فاتت. محمود شاكر اتحرر وجه في المكان الفاضي، هيلعب عرضيه عند جده تعدي حلوه خطيره مش ممكن. فاق نادي الاتحاد مع اخر 5 دقايق وزي ما يكون الراجل بيرد عليا قال لي لا انا موجود وممكن اعمل شغل كويس. مورو اهو حط دماغه ومن مكان صعب الكره تجيلك تلاقي يا دوبك كده نص متر. الكلام ده بنقوله عشان محمد ناجي جده، انما لازم يكون في حلول. تمريره جوه ال 18 خطيره، ممكن بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا جدو. مش ممكن، مش هتجيلك تاني دي ولا في الاحلام. خطيره الفقره الهجوميه الاشرس والاهم لنادي الاتحاد. انما تمريره ايه يا ولد يا حسين يا فهمي، وسند حلو قوي يعني، سند الكره مفيش احلى من كده وسط 2 حسام عرفات. ضربه حره لنادي الزمالك، عمل الضغط حلو حسام عرفات في اللعبه اللي فاتت. شيكابالا مركز كده، هنشوف هيلعب من مره واحده. شيكابالا يلعبها من مره، ويا ولد يا ولد ايه حكايه يا ابن العارضه معاك؟ ايه يا ابن حكايه العارضه معاك؟ خطيره مع الخطيره صفاره محمود عثمان. ونهايه الشوط الاول بتقدم الزمالك 1 دون مقابل. احداث الشوط الثاني بعد ملعب النادي الاهلي. اترككم في رعايه الله وامني. تحياتي محمد جعفر، من غير مراكز من غير ارقام لغايه ما ندخل في اجواء الشوط الثاني. محمد عبد الشافي وضربه حره لنادي الزمالك، عرضيه داخل المنطقه انما ضربه مرمى، ما ربطش معاه حد داخل ال 18. ادي اللعبه اللي فاتت، ضربه مرمى لنادي الاتحاد عملها محمد. تاني اهدافه برضو هذا الموسم، ويمكن علاء واحمد جعفر هم اللي سجلوا في اخر لقاءات. عرضيه خطيره جوه المنطقه انما في رايه خطيره واتاخر كده يمكن المساعد في رفع الرايه ولا ايه النهارده خالد صبحي. ادي اللعبه اهي والراجل متسلل مستني، انما هنا مفيش تداخل ولا حاجه يعني. مستني على ايه او تقلع. اسبوع رقم 19 في الجبهه اليمين احمد عادل يلمح ويلعب العرضيه انما عبد الواحد سهله. طلع عبد الواحد وخدها، عايزه تلف لبره شويه انما احمد عادل حطها في ال6 ياردة تبقى سهله على حارس المرمى طالما الكره متعلقه كده زي البالونه في الهواء. وبيطلع هو لان بيشتغل بايديه طبعا فوق الكل ويهدف التقدم حتى الان. شيكابالا بيركز، عمل واحده ايه، واحده مفيش احلى من كده انما ما كانش ليه حظ فيها. شيكابالا للمره الثانيه حلوه انما المره دي الهاني سليمان يا ولد خدها الهاني سليمان، اراها بقى وما كانتش جامده برضه. احمد جعفر على وسط ملعبه عشان يبدا يعمل مرحله دفاعيه اولى كده. محمدي اللي هيبدا يظهر، تمريره اماميه انفراد ممكن خطيره بقى ده اسمه كلام يا مرسي. مش ممكن حلوه اللي فاتت وانطلاقه مفيش احلى من كده. اتحرك حلو قوي في مكان فيه العبقريه وحطها ببطن رجله انما مالكش حظ يا ابني. لا عملها حلو والله من مكان صعب يا جماعه وعبد الواحد قفل عليه وحطها بشمال. اشرف فيرود نادي الزمالك لما بيلعب على تحركات ايجابيه حتى لو ما كانش فيه انتاج تهديفي انما عامل ارهاق لمدافعي نادي الزمالك محمد المرسي بتحركاته الجانبيه. تمريره داخل المنطقه حسين ياسر انفراد خطيره مش ممكن خطيره اللي فاتت. تمريره ولا في الاحلام يا حسن يا مصطفى. ده اللي انا بقوله وبيترجم اهو. لعيبه الوسط في الزمالك ما عندهمش الملكه الهجوميه ولا التهديفيه. عملها حسين ياسر ايه، عملها له زي السحر كده جوه ال 18. الكبال على حدود المنطقه قرب وهيسدد يسقطها في المرمى. الفكره حلوه انما بجوار القائم يا ولد يا لعيب، فكرتها حلوه. محمود عبد الرازق شيكابالا ادي اللعبه اهي، عايز ياخد منها ضربه ركنيه انها جت في شادي محمد على فكره.